يا نور الهلال أقبل تعال، فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين الغاليين في كل مكان في كافة أنحاء الأرض، داخل مصر وخارج مصر، أهلا بيكم حبيباتي. صباح الخير على كل اللي بيشوفونا وعلى كل اللي بيسمعونا، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب. ربنا يعيد عليكم الأيام كده بخير، لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم أمين يا رب العالمين. صباح الخير بقى على الناس النشيطة اللي بتقوم بدري وتقوم تشوف مصالح بيتها وتشوف كل اللي وراها وتخلص شغل البيت بدري بدري. طبعا البركة في ايه؟ البركة في البقور، وشغلة البدرية منسية زي ما امي كانت بتقول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم سعيد، عامل ازيك يا ايه؟ باشا؟ الله يبارك فيك. كل سنة وحضرتك طيب. ألف صحة وسلامة يا رب. عايزين بقى منظفات علشان عندنا غسيل النهاردة. كل حاجة الموظفات اللي أنت عايزاها موجودة. الله يكرمك يا رب. جميع كل حاجة موجودة. الله يكرمك. الله يبارك فيك. صحيت بدري بقى، وطبعا كنت من بالليل ناوياها كده بإذن الله إن شاء الله يا رب. أنا هصحى صباحا باكرا، هقوم بقى أغسل السجاد بتاع المطبخ، وعندي بطانية بقالها فترة كده يعني شايلينها على جنب لأن الجو بدأ يحرر، فقلت هغسلهم الاتنين. كنت محتاجة اريال ومحتاجة كلور ومحتاجة كلور ألوان. ورحت جبته من عم السعيد، ده جارنا يا جماعة، ربنا يبارك فيه يا رب ويبارك في عمره ويبارك في صحته. من المحلات المحترمة جدا اللي بتبيع منظفات بأسعار حلوة قوي قوي قوي. ورحت جبت منه بقى حاجتي كده. طبعا كان النهاردة عندنا السوق في البلد زي ما انتوا شايفين. عذرا لصوتي، عندي برد، متأسفة جدا. شايفين بقى ده السوق عندنا في البلد اهون. واخدت بقى انا هنا رحت علشان كنت واخده الجيركن ده عشان اعبيه كلور خام. انا بجيب الكلور ده بنات، اللي هو الكلور السايب، الكيلو تقريبا ب4 جنيه، مش متذكره، بس هو الكيلو منه رخيص قوي. وبجيبه كده لمسح وتصبين الحمام، سيراميك الحمام والغسيل، اي حاجه بقى، حتى غسيل الهدوم. بحط في الغساله كده منه شويه، حلو كده وموفر بصراحه. جبت باكو كلوريكس من ده، والكيس ب13 جنيه. وجبت كلور، وجبت كيس الاريال ده اوكسي، ده بنات عليه عرض كده اهو ب20. عذرا، ده ب20 جنيه. هو قال لي ان هو ده اوفر حاجة يعني بالنسبة لنا كأمهات بقى، وغسيل وكلام من ده. فهو 550 جرام ب20 جنيه. يوم الجمعة بقى، وكنا وقت الصلاة زي ما انتوا سامعين كده. المسجد طبعا قصاد البيت، فتلاقوا صوته واضح قوي زي ما تكوني كده موجودة في المسجد يعني. حتى انا كمان وطيت لكم الصوت، وبرضو لسه يعني الصوت ما شاء الله عالي قوي. جبت بقى الطشت ده، استلفته من واحدة جارتي كده، ربنا يديها الصحة يا رب ويبارك في عمرها ويفرحها بابنها، اللهم امين يا رب العالمين. جبته على بيات، وطبعا انا ناوياها بقى، ده انا عندي غسيل بطانيه، عايزه اغسل بطانيه وهنغسل الالحفه كمان بقى، ونبدا بقى نظبط الدنيا كده عشان ايه؟ العيد يجي علينا واحنا مظبطين كل حاجه واحده واحده كده، ما نكونش بقى ستريس كده ومضغوطين. اخدت البطانيه بتاعتي وقلت انا هنقعها لحد لما اغسل جنبها السجاد، وبعد كده هغسلها في الاخر. كبيت عليها ميه كتير، وطبعا هي اخدت مني ميه كتير قوي لان الطشت ما شاء الله كبير، وهي بتشرب ميه كمان. رشيت من الاريال بتاعي، وبرضو رحت جبت ميه زياده كده عشان انا كنت عايزه اغطيها. والغسيل التقليدي بقى، فاكرين بقى يعني، فاكرين غسيل امهاتنا بقى، اكيد كلكم فاكرين.
ما هو احنا اللي كنا بنتولى المهمة دي واحنا اطفال، نقف في البطانية كده ونديها بقى. يعني انا ولادي كانوا في الوقت ده في المسجد، اللي هم كانوا هم اللي قاموا بالمهمة دي. بس الحمد لله يعني انا لابسة الشراب اهو يا جماعة يعني، والعباية طويلة خالص. وبعد كده طبعا ايه خلاص بقى يعني بقيت ارش اريال كده كتير عشان البطانية تنضف. يعني الاريال برضو بينضف البطانية وبيخلي ريحتها حلوة، وخاصة اوكسي بقى ما شاء الله ما شاء الله، من انواع الاريال من انواع الاريال من انواع المساحيق. لان الاريال ده اساسا شركة، يعني ما ينفعش نقول من انواع الاريال، من انواع المساحيق اللي حلوة قوي وريحتها فعلا زوجة وده عالية. ارجوكم يا بنات بالله عليكم، اخواتي وحبايبي بناتي وامهاتي وكل اللي بيشاهدني بقى، حطوا لي اللايك ارجوكم، وصلوني لمصدر الرزق لاولادي من الفيديو ده. بجد انا تعبت فيه جدا جدا في المونتاج والتصوير، فانا منتظره بقى لايكاتكم الحلوه، وجزاكم الله خيرا. كل اللي تحطي لي لايك كده يا رب يفرحك باولادك وتشوفيهم اجمل حد في الدنيا ويوفقهم في حياتهم ويديك الصحة ويعينك على تربيتهم، اللهم امين يا رب العالمين. حطوا لي اللايك بس، لان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. وكمان يعني عايزه اطلب منكم طلب بسيط، تنزلوا في التعليقات وتكتبوا لي تعليقات كتيرة قوي، لعل وعسى كده الفيديو ده يا جماعة يترفع واوصل منه لمصدر رزق. طبعا كلكم انا قلت لكم ان انا القناة دي هي شغلي الوحيد وهي دخلي الوحيد ليا، فكلكم كده تساعدوني، يعني تكونوا سبب من الاسباب اللي ربنا بيسببها لحاجة حلوة. جزاكم الله الجنة، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا انا هنا بقى نقعت البطانيه والكلام اخدني معاكم. حطوا لايك حطوا لايك حطوا لايك، بذكركم اهو تشوفوا بقى انا عايزه لايكات كتيره للفيديو. وكمان بقى تقولوا لي ان انتوا يعني لو مشتركين جداد تقولوا لي ان انتوا مشتركين جداد في التعليقات، علشان كده ايه تكونوا اخواتنا واصحابنا في القناه. عايزه اقدم كمان شكر كده بسيط، من لا يشكر الله، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. انا مش مركزه خالص لان انا بسجل لكم دلوقتي بعد صلاه الفجر، يعني انا قعدت فتره طويله قوي من بعد صلاه الفجر، يعني دلوقتي الساعه 7 صباحا وانا قاعده بمنتج في الفيديو ده. وبجد انا تعبانه جدا وعندي سخونيه ودور برد وقاعده برضو بعمله لكم علشان انا نفسي ان هو ينزل بدري. ادعوا لي يا بنات كده ربنا يفرج كربي ويفك ضيقتي. ادعوا لي ان ربنا يرزقني من القناه دي. ارجوكم ادعوا لي، دعواتكم الحلوه دي اللي بتفرحني وبتجبر بخاطري. وطبعا في ملك كده واقف على كتف كل حد فينا بيقول له ولك بالمثل. اي دعاء تدعوه لي حلو كده ربنا يجعل لكم نصيب منه. بقدم بقى شكر دلوقتي لاختي زهور. هي انا حاولت ان انا اعرف اسمها وطلبت منها ان هي تذكر اسمها كذا مره في التعليقات. هو اسمها يعني اللي انا قراته زهور بالانجليزي. بجد انا عايزه اقول لك ان انتي اعز من اختي، انتي بجد واقفه جنبي، واقفه حلوه، واقفه طيبه بجد. عايزه اقول لك ان انا يا جماعه يعني انا كنت قافله القناه 8 شهور من وقت ما حصل لنا ظروف صعبه جدا وجوزي غاب عننا وانا قفلت القناه. لان تقريبا يعني بصوا لا كانت نفسيتي تسمح ولا كانت ظروفي تسمح ان انا اصور وامنتج واسجل وانزل لكم فيديو بطاقه ايجابيه تشجعكم كده. ولما رجعت بفيديوهين ورجعت قطعت من تاني. الوحيدة اللي بجد ارجع اشغل القناة من تاني وارجع اصور من تاني هي زهور. بجد عرفيني بنفسك في التعليقات، قوليلي اسمك، قولي حتى لما ادعيلك دعوة حلوة اذكر اسمك وانتي من انهي بلد. تقريبا هي مش من مصر، واضح من التعليق بتاعها جدا. وكانت عايزه اقول لكم كل فيديو بينزل تقريبا هي اللي بتعلق، هي الوحيده اللي بتعلق لي، هي ورسيل ام رسيل من السعوديه. بجد هما الاتنين دول اللي شجعوني ان انا اقف على رجلي وان انا ارجع اصور من تاني وان انا يعني يجيلي كده
استعيد الامل ان في حاجة حلوة، وان انا ممكن القناة دي تكون مصدر رزق ليا، وان انا ما اتحوجش لاي حد من اللي حواليا ايا كان بقى. يعني ربنا ما يحوجني لحد ابدا غير ربنا عز وجل. تعليقات كتيرة كتيرة كتيرة، يعني عايزة اقول لكم انا لما بدخل علشان ارد عليها ما بعرفش ارد من كتر التعليقات اللي هي كاتباها. بس بجد انا بدعيلك في كل صلاة جميلك ده على راسي من فوق، جميلك ده على راسي من فوق. ربنا يسعدك دنيا واخرة ويجبر بخاطرك زي ما جبرتي بخاطري، وزي ما كنتي سبب من الاسباب اللي خلتني اقف على رجلي من تاني، وان انا ارجع اصور من تاني، وان انا اهتم بشغلي من تاني. ربنا يخليكي ليا يا رب، وما يحرمنيش منكم ابدا. كل متابعين الغاليين، حتى اهل بلدي، يعني اهل بلدي برضو حلوين وناس طيبة جدا، ولما طلبت منهم المساعدة كلهم وقفوا جنبي. وجروبات بلطيم بقى، يعني الجروبات الكبيرة، استاذ سلامة واستاذة شيرين، كلهم وقفوا جنبي وكلهم سندوني ودعموني. ربنا يبارك لي فيكم يا رب ويخليكم ليا، ودمتم لي اخوات واصحاب، ربنا يرزقكم ويرزقنا جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. غسيل السجاد بقى يا بنات والبطاطين، يعني بلاش تكسلوا كده وتروحوا تودوا المغسله وتقولوا لا ده احنا الموضوع صعب. لا، الموضوع مش صعب، الموضوع سهل جدا 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 جدا. قومي كده تشجعي، والله والله هتدعي لي دعوه حلوه. لو عندك سجاده، عندك، بصي ابداي جهزي من دلوقتي، يعني ابدأي بقى اغسلي من دلوقتي سجاد العيد. هتيجي للعيد بقى تلاقي نفسك كده فايقة وحلوة كالفراشة الطائرة زي ما بقول لكم كل فيديو. شيلي السجاد وفريشي الحافظات الأيام دي، وكل يوم بقى تغسلي لك سجادة كده. ما عنديش مكان يا ميادة، اغسلي في الحمام، اغسلي على السطوح، اغسلي في البلكونة. والله يا بنات كتير مننا قوي بيودي السجاد المغسلة وبيرجع له مش نظيف، وبيرجع ريحته مش حلوة. انما انت لما تغسليه في البيت هتغسلي الحاجة كويس قوي، ومفيش حاجة طبعا بتجيلك زي اللي انت عاملاه. فضي مكان في البلكونة جردلين مية كده واستعيني بالله، والله ما هتاخد منك وقت. وبعد ما تغسليها لفيها واركنيها تصفي نفسها طول الليل، وتاني يوم الصبح بقى ابدأي ان انتي تنشريها في الشمس كده، هتلاقيها خفت معاكي وهتنشف، مش هتاخد وقت. كمان البطانية، يعني انا جيت علشان اغسلها في البانيو قلت لأ، انا هجيب طشت، استلفت الطشت ده من واحدة جارتي وغسلت فيه عشان اعرف بقى ايه، يعني اخد ودي معاها كده. انما البانيو بصراحة مش بيساعدني، وبالمية بتتفتح مني برضو وبتسرب وكده. عايزة اقول لكم بقى، اللهم صلي على النبي، برضو غسيل البطاطين تقدري ان انت تغسليها في الحمام. هاتي طشت زي اللي انا جبته ده، اللي هو الالمونيا ده، موجود عند جيراننا كلهم، ربنا يبارك لنا فيهم يا رب ولا يحرمنا منهم ابدا. واغسلي بطاطينك واغسلي سجادك وستايرك، وابداي بقى جهزي للعيد من دلوقتي عشان ما تكونيش مضغوطة بعد كده. كل يوم اعملي حاجة، كل يوم اعملي حاجة. وانا معاكم اهون الفيديوهات بتاعتي، انا يعني مستولياها من دلوقتي سلسلة تنظيفات. ان انا اساسا شقتي، يعني عايزة اقول لكم كل حاجة فيها عايزة تتنظف. إيه، بقالي فترة طويلة قوي ما كنتش بنظف بصراحة، مش هكدب عليكم. بالرغم ان انا يعني التنظيف ده كان عندي حاجة اساسية، بس غالبا كده لما الانسان فينا بيمر بظروف صعبة مش بيكون قادر خالص خالص من الزعل ومن الغم ان هو يعمل اي حاجة. ربنا يزيح عننا الغم والهم ويفرج كربنا ويدخل الفرحة على قلوبنا يا رب، ويفرحني بدخلة جوزي عليا. ادعولي كتير يا بنات، ربنا يفرج كرب جوزي لانه هو مظلوم وملوش ان هو يحصل له كده في حياته. وربنا يعوضه خير، وربنا يرجعه لبيته ولولاده، ويفرح ولاده بيه، ويفرح قلبه بولاده.
بعد ما نقعت البطانية وغسلت السجاد بتاعي وخلصته ولميته كده وحطيته في جنب، جيت على البطانية بتاعتي زي ما شفتوا كده، يعني هي خلاص انا غسلتها ودوست فيها كتير قوي لحد لما المية بدأت تنزل معايا نظيفة. سبتها دلوقتي تتصفى كده، وكان معايا دفاية برضو كنت عايزة اغسلها، رحت جبتها. في الاخر كده كنت بجيب ميه واكبها على البطاريه لحد لما اتاكدت ان كل الميه اللي نازله منها ميه نظيفه، يعني الميه كانت رايقه كده معايا وحلوه. لو لسه ما حطيتوش اللايك يا بنات ارجوكوا حطوا لي اللايك، يعني اللايك ببلاش مش بفلوس، لكن بالنسبه لي هيفرق معايا جدا. ما كانش عندي طبق كبير، هو البرميل ده اللي كان موجود قدامي، حطيت فيه ميه واريال برضو ونقعت فيه الدفايه. وان شاء الله بقى تكمله الفيديو ده الفيديو اللي جاي باذن الله، نعمل بقى مناشر كده في الجراج ده وننشر البطاطين والسجاد ونشوف بقى هنعمل ايه تاني. يا ترى بقى الفيديو الجاي هنعمل فيه ايه؟ خمنوا معايا كده في التعليقات، شجعوني وانا هشجعكم. دمتم لي اصدقاء واخوات وحبايب وكل حاجة حلوة في حياتي، ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب، ولا تحرم منكم أبدا أبدا أبدا. تسع المدى يا طهر قطرات الندى، يا كل معنى للجمال، قد عدت يا شهر الهدى.